بسم الله الرحمن الرحيم. في ذكرى مثال القداسة والورع والتقى فقيد العلم والعمل الصالح سماحة آية الله العظمى الفقيه المقدس المرجع الديني الكبير الميرزا الشيخ جواد التبريزي النجفي قدس الله نفسه وطيب رمسه. بحر الأبيات من الكامل، يعني وزنها من الكامل. حضرتني مع كثرة الأشغال والتصحيح لبعض الكتب فقهية وأصولية وصرفية ونحوية، وأنا غارق بها مع رمد في العين شديد من كثرة التصحيح، ولكن مع ذلك كتبت هذه الأبيات 10 أبيات، تلك 10 كاملة كما قال تعالى تبركا، وأرجو أن تكون حاوية إن شاء الله على اختصارها، إن شاء الله توفي بالغاية. قلت: علم الهداية والفقيه المرجع، والآية العظمى التقي الأورع. والآية العظمى الألف تختلس عند النطق لأنه التقاء ساكنين. علم الهداية والفقيه المرجع، والآية العظمى التقي الأورع. من ذكره ما هب نفح نسائم، بشذا القداسة عابق يتضوع. من ذكره ما هب نفح نسائم، بشذا القداسة عابق يتضوع. فجواد أعلام الفقاهة لم يزل، باسم له سفر المفاخر يسطع. آثاره للدارسين مناهل، يروى بهن السابر المتطلع. من سبر وتطلع اسم فاعل، يروى بهن السابر المتطلع. نعم. بحر العلوم، أي هو بحر العلوم، بحر العلوم المستفيض بمده، لله بحر بالجواهر مترع. تورية كتاب الجواهر. والمبهمات من الشريعة إن دجت، فإليه في كشف الغطاء المفزع. فيها تورية بكتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغران الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كشف. والمبهمات من الشريعة انتجت، وإليه في كشف الغطاء المفزع. بولاء آل محمد نال المنى، إذ هم وسيلة من بهم يتشفع. ولشيعة الهادين كان محجة، يأوي إليها كل من يتشيع. وبزهده الأمثال تطرب، مثلما هو في التقى والزهد فذ أروع. ذيك الأولى أورع، هاي أروع. وبزهده الأمثال تطرب، مثلما هو في التقى والزهد فذ أروع. فهوائم البركات تغمر رمسه. هذه جملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى، دعاء يعني. فهوامع البركات تغمر رمسه، ما باسمه الميمون صنف مسمع. فأعيد: فهوامع البركات تغمر رمسه، ما باسمه الميمون صنف مسمع. أرجو أن يقرأها أو يسمعها سماحة حجة الإسلام المسلمين مدرس الحوزة العلمية في قم، سماحة الأستاذ الشيخ جعفر نجل فقيد الغالي، وأن يسمعها صديقنا والأخ العزيز الأخ في الله تعالى ولدنا سماحة العلامة العبقري الشيخ علي التبريزي النجفي، دامت بركاتهما
وأرجو أن يضبطها بالحركات الشيخ علي حفظه الله. وأشكر الأخ والصديق الحبيب العزيز الأستاذ علاء الدين العباشي على تنبيهي على هذه المأثرة في رثاء شيخ الأمة ووارث علوم الأئمة رضوان الله تعالى عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.